بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. قال تعالى: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. وقال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. للأسف الشديد أصبح الآن عند بعض الرجال غض البصر مش موجود على الإطلاق في الحسابات، وأصبح بعض الرجال إلا من رحم ربي بينظر لكل النساء، سواء كان زميلات عمل، سواء أقارب، سواء جيران، سواء كانوا في التلفزيون بعض المشاهير. الشاهد إن مفيش غض بصر على الإطلاق. ثم بعد ما بيطلق بصره على كل هذه النساء، في حال عودته للبيت ينظر لزوجته فيصبح ناقد، مش عاجبه أي شيء في البيت، وبالتالي تبدأ الخلافات والمشاكل بينه وبين زوجته. ولسان حال الزوجة إنها تعبت، أجهدت نفسيا، مفيش أي شيء عاجب زوجها في البيت، سواء هي شخصيا، مظهرها، ملبسها، الأكل اللي بتطبخه، البيت، طريقة تعاملها مع الأولاد، كل شيء مش عاجبه وناقد، ويبدأ بمقارنتها مع الأخريات، سواء كانوا الأخريات كما قلنا جيران، أقارب، زوجات أصحابه، حتى إن ذهب لزيارة مع أحد أصدقائه ثم عاد للبيت مرة أخرى، يبدأ مرة أخرى في الكلام عن يا سلام، البيت بيت صاحبه أو بيت صديقه ده جميل جدا، ليه ما بتعمليش زي زوجته، ليه ما بتطبخيش حلو زيها، ليه ما بتلبسيش كويس زيها. وتبدأ دوامة الحياة تدور في النقد والمقارنة ما بينها وبين الزوجات الأخريات. طيب، حديثنا النهاردة في حلقة قوارير تدور عن الزوج اللي ما بيغضش بصره على الإطلاق، والناقد والناقم على زوجته، مع الداعية الإسلامية الأستاذة زبيبة محمد. السلام عليكم أستاذة زبيبة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضرتك. أهلا وسهلا. نبدأ بحضرتك النهاردة في حلقة قوارير، والسؤال: هل أي تعليق من الزوج على زوجته في أي شيء، سواء مظهر، مأكل، ملبس، شيء في البيت، هل هذا يعتبر نقد ليها، ولا ما معنى النقد أصلا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الزوج ما يكون ناقد في كل شيء، يعني اللي يشوفه في زوجته في البيت، في المأكل والمشرب، وما ينقدها. المفروض يعني يحسن إليها ويعني يمدحها. إذا رأى شيء غلط أو ما يعجبه كمان ما يتكلم، ما يغض بصره كأنه ما شاف، أو كمان يتكلم بطريقة حسنة، يعني بطريقة هي اللي تفهمها، بطريقة كيف يعني يوضح لها، كيف يعني يوصل لها المعلومة. لازم يعرف، لأن زوجته عندها حق، عندها كرامة، عندها كل شيء تجاهه. عشان كده لازم يعني ما يحبطها، ولا كأنها ما تساوي شيء كده، ما يصير. والطريقة دي بتسيب أثر سلبي جدا في نفس الزوجة، يعني بيشعرها أنها قليلة أمام نفسها، بيفقدها الثقة في نفسها، وبالتالي ما بتقدرش تتعامل معاه بطريقة يعني فيها من اللين أو فيها من المودة، لأنها يعني كما يقال قلبها مكسور.
الزوجة لما بتلاقي زوجها دائما كثير الشكوى منها أو كثير النقد ليها، فبتصبح يعني ذات قلب مكسور وما بتقدرش تتعامل معاه بالطريقة اللي هو ظانن إنه بالنقد المستمر إنه هيحصل عليها منها. ده يخلينا نتكلم مع حضرتك عن الأسباب اللي بتجعل بعض الأزواج ما عندهمش غض بصر، واللي بتجعل الأزواج كثير الشكوى جدا والنقد من زوجاتهم. أيوة، أولا لازم يكون هو يغض بصره عشان ما يتكلم كثير، عشان ما ينقذها كثير، عشان ما يتكلم في صغيرة وكبيرة. كمان لازم يقدرها، يعني اللي هي تسويه ما يشوف بس اللي ينقص، يشوف كمان إيش اللي تسويه هي أكتر منه، ومن كل ناحية، ما من ناحية واحدة النقص بس يعدد لها عشان ما يحطمها، ما يكسر قلبها. بالظبط. إذا كسر قلبها خلاص ما تقدر تسوي شيء، ما تقدر تتعامل، ما تقدر تحبه، ما تقدر يعني تنتج. بالظبط. لازم يكون بأسلوب اللي هي تفهمه، بأسلوب يعني غير مباشرة، بأسلوب حسنة. لازم يعني يوصل لها المعلومة عشان هي تعدل الخطأ حقتها. ما كان لين في شيء إلا زانه، وما انتزع منه إلا شانه. صح. بس يا أستاذة زبيبة، بعض الرجال يعني المبرر الخاص بيهم إن أنا زوجتي مقصرة في حقي وبالتالي هي السبب الذي يدفعني لعدم غض بصري، هي إن كانت تكفيني في بيتي ما كنت أنظر أبدا إلى الخارج. ما رد حضرتك على الكلام ده؟ والله هو كمان يكون سبب رئيسي. إذا هي بتقصر، إذا هي ما تسوي حقه كله، يعني يقدر يعني يفهمها إيش يعني يعجبه، إيش إذا سوتها هو يفرح، يعني يقدر يعلمها، يقدر يعني يسوي لها، يعني يشجعها عشان هي هو اللي هو يبغاه، اللي هو يحبه، اللي هو يعني يرتاح لهم. هو لازم يساعدها يعني. يعني المفترض ان يكون في جلسات من الصراحة ما بين الزوج والزوجة، هو يقول لها يعني المطالب بتاعته، بيقول لها إيه اللي بيبسطه، إيه اللي بيسعده، إيه اللي ما بيحبوش علشان هي تبعد عنه، وهي كمان كذلك. ما يبقاش من طرف واحد هو اللي دائما بيطلب وفي طرف تاني هو اللي بينفذ وخلاص ونفسيته مش في الحسبان. طيب بعض الرجال يا أستاذة زبيبة بيتكلموا عن إن أنا تكلمت مع زوجتي كثير وشرح ليها اللي بيحبه واللي بيكرهه والأمور دي كلها، ولكن ما زال التقصير موجود. هل ده مبرر للرجل إنه يستمر في نقده الشديد اللاذع اللي بيجرح بيه زوجته لأنها لن تستجيب لكلامه على الإطلاق؟ هذا ما حال يعني. إذا هو ينقضها كثير، حتى اللي هي مقصرة فيه ما تقدر تتعدل، بس هو لازم يعني يشوف الحل الثاني، كيف تفهم هي، كيف يعني تسوي له، يعني كيف هي يعني تتعدل أو تسوي له حقه وكل شيء. لأنه هو كمان لازم يعني يكون تحلي بالصبر، ويكون هادئ، ولا يجعل انفعالات ولا صراخ، ولا ما تقدر تفهمه بهذه الطريقة. لكن واحد لو يكون صريح وبأسلوب غير انزعاج، وما في أحد ما يفهم. خليه المرأة الكبيرة، حتى الطفل إذا فهمته بطريقة يعني توصل له المعلومة، يعني يفهمك ويتعدل. الحرمة يعني المرأة كبيرة وتفهم وكل شيء، بس لازم يكون أسلوب حقه كيف يعني يوصل لها المعلومة عشان هي تسوي له كل شيء اللي يحبها، وتتجنب من كل شيء اللي يكرهه، كل شيء من الزوج هو. لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام
كيف كان يتعامل مع زوجاته، أيوة. مع يعني كانوا يغلطوا، كانوا يعني زينا إنسان، يعني كل البشر، بالظبط. كل ابن أيوة. آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. بس امم. كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم تعامله، وكيف كان رد فعله؟ كان يبتسم. حتى امم. استنعشها مرة لما كسرت صحن يعني دارتها، يعني أيوة. ما غضب، بس يعني ابتسم، قال غارت أمكم، غارت أيوة. أمكم. أيوة. كيف هذا الرجال اليوم من امم. رسول الله صلى الله عليه عليه الصلاة وسلم والسلام. ويطلبوا يعني زوجاتهم تتعدل؟ امم. لازم هو كمان يشوف نفسه إيش مقصر، كيف يعني قاعد يوصل لها المعلومة. لازم يراجع في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة تعامله والسلام. مع زوجاته. بالظبط، دي نقطة جدا جدا أستاذة زبيبة. حضرتك قلتي يعني النقطة الأولى إن الزوج لابد إنه يعرف مدخل زوجته والطريقة اللي بيعرض بيها ما يحب وما يكره. دي عليها يعني نص الطريق بيقطعه الزوج، إنه يفهم زوجته هي المفروض تقدم له إيه من الأمور اللي بتسعده وبتبسطه. النقطة التانية اللي في غاية الأهمية جدا جدا إنه يهتدي بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. عليه بعض الصلاة الأزواج والسلام. يتحدثوا دائما عن الزوجة التانية والتالتة والرابعة، ولكن بعيد عنهم كل البعد الرسول كان بيتعامل ازاي باللين عليه والعطف السلام. والرحمة، وكان بيتأثر جدا جدا بدموع أي أحد من زوجاته. كان الأمر ده بيؤثر فيه جدا الحقيقة. طيب، أثر النقد المستمر على الزوجة ومقارنتها بغيرها، واثر معرفتها ان زوجها لا يغض بصره. لان بعض النساء يا استاذه زبيبه يعني تكون ماشيه في الشارع وتنظر لزوجها، تلاقيه عمال يطلق بصره وعمال يبص لدي ولدي ولدي. اثر ده على نفسيتها ايه؟ هذا كمان خطأ كبير من الرجال. هو ما يحب يعني زوجته تنظر للرجال امم. وتسوي هذه الحركة. هي ايوه. كمان نفس الشيء، ما امم. تحب يعني زوجها ينظر إلى المرأة الثانية اللي تمشي في الطريق، ولا امم. يقارنها، ولا ينتقدها. هذا امم. كمان لازم يراعي مشاعرها بالظبط. ونفسيتها. هي امم. كمان تغار أكثر من الرجل. المرأة عندها غيرة، هذا يراعي حقها ويعدل نفسه عشان هي كمان تتعدل. امم. إذا هو يعني يسير في طريق صحيح مع زوجته، هي كمان تكون معه يعني كل شيء، تسوي له مطالبه، امم. ما يقارنها بالأخريات، لأنه بالظبط. الأخريات من بعيد بس ما بيعرفهم إذا عاشرهم كيف هم. ايوه. ايوه. عشان بالظبط. كده لازم يعني يحترم زوجته امم. وما يقارنها بالآخرين، امم. ويغض بصره امم. ويحترمها، وكل شيء كما قلنا النظرة لازم سهم يعني مسموم من سهام يهتدي. الشيطان. صح. مم. طيب، لازم أستاذة يغض زبيبة، بصره. بعض النساء لما بتلاقي زوجها بيقارنها باستمرار ببعض النساء الأخريات، البعض منهم يعني بتكون تبكي، تزعل، تحزن، بتكون هي دي طريقتها في استقبال النقد. والبعض الآخر لا. بعض النساء انت قارنتني بفلانة، انا هقارنك بفلان. انت شايفني قليلة، انا كمان شايفاك قليل. فلان ده افضل منك، انت شايفني فلانة دي احسن مني. وتبدأ طريقة التعامل بالمثل. يعني بعض النساء كانت يعني بعض النساء تقول لي هو بيقارني بغيري، انا كمان بقارنه بغيره، بتعامل معاه بنفس الطريقة. حضرتك شايفة الطريقة دي صحيحة؟ ولا ايه الطريقة الصحيحة اللي تتعامل بيها الزوجة مع الزوج كثير النقد في كل مرة ينقدها؟ ازاي تتعامل معاه؟ ولا هذه طريقة غير صحيحة، لأنه إذا الخطأ ما يتعدل بالخطأ، اللي الخطأ ممتاز. لازم تعدله بالصواب. لأنه كما قال الله سبحانه وتعالى: ادفع بالتي هي هي أحسن. احسن. يعني لا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع ايوه. بالتي هي أحسن.
إذا يعني أحسنت لواحد، هو كمان بيفكر، يقول أنا أعاملها كده وهي تعاملني. سبحان الله، ممكن ربنا يهديه ويراجع نفسه ويتعدل، وإلا ما نعامل يعني السيئة بالسيئة، السيئة بالحسنة، عشان نبغى يتعدل كل شيء ويعرف حقوقه. أستاذة زبيبة، هل الأسباب اللي بتؤدي لعدم غض البصر عند بعض الرجال، هل دايما الزوجة هي المتهم الأول والأساسي والرئيسي، وأنت المقصرة، ولو كنت يعني بالعامية كده، لو كنت مالية عينه وهو ما كانش هيبص بره، وأنت السبب، أنت السبب؟ هل الزوجة دايما هي المتهم الأول في حال أي خلاف، في حال إن الزوج بص خارج البيت؟ لا لا لا، ما هي اللي تتهم، هو الغلطان، لأن الرجل يعدل الخطأ، وإلا يغض بصره. ربنا اللي أمره بغض البصر، ما هي الحرمة تغلط وهو يمشي ما يغض بصره؟ لا، هذا أمر الله سبحانه وتعالى. لازم يعني يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى ويغض بصره ويحل المشاكل بأسلوب حسنة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، أيوة، وجادلهم بالتي هي أحسن. بالظبط. لما تتكلم بطريقة يعني حسنى ويعني مناسبة، ما في أحد ما يرجع، ما في أحد ما يفهم، لأن كلنا عندنا عقل ونخطئ ونصيب، سبحان الله. طبعا الرجل طبعا. كذلك والرجل كمان كذلك، كلهم لازم يكونوا في الصواب، ما يغلطوا واحد يعني هو غلط وأنا كمان أغلط، لا، بالظبط، هذا ما يصير. بالظبط. ده الخطأ اللي بتقع فيه بعض النساء، صح. بتعالج أيوة. الخطأ بالخطأ زي ما حضرتك أيوة، تفضلتي. حتى أنا أعرف الحريم يقولوا هو خلاص ما يديني حقي، أنا كمان ما بسوي له حقه. هذا لا، إذا سويتي له حقه أنت كمان تقدري تطلبي حقك، وإلا إذا هو ما يعاملها بحقوقها وهي كمان ما تديه حقوقه، خلاص الحياة معناها في النهاية كمان ممكن يكون سبب طلاق في الآخر. إذا كثر يعني هذا الزمن، تشوفي خلاص اتزوجوا اتطلقوا، لأنه ما في صبر، ما في تحمل. زمان أمهاتنا جداتنا لما نسمع سبحان الله سبحان الله كيف كان عندهم صبر. حتى ضربها زوجها ما تقول ضربني زوجي، ضربني حيطة، ضربني كده، يعني ما يتكلموا ويتحملوا ويصبروا. دحين لكن خلاص وين وصلنا مرة يعني، للأسف الشديد. ربنا يهدينا يعني ويهدي الجميع. أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها بتعلم المشكلة، بيوصل ليها المشكلة في الشرق والغرب، سواء هو أو هي. قبل ما نختم الحلقة أستاذة زبيدة، عايزين من حضرتك بعض النصائح للزوجات اللي أزواجهم دائمي النقد والمقارنة بيهم، وأزواجهم ما عندهمش غض البصر، إزاي يتجاوزوا الطريقة دي مع أزواجهم ويكون رد فعلهم إزاي، ثم نصائح للرجل اللي بيطلق نظره وما عندوش غض بصر ودائم الشكوى والمقارنة ما بين زوجته وما بين نساء أخريات. نبدأ بالزوجة. أولا نصيحتي يعني الزوجات، يعني لازم يصبروا، بالصبر هو يتحلى كل شيء. واحدة تصبر يوم من الأيام إن شاء الله ربنا بيهديه ويرجع إلى طريقه. والثانية كمان هو الزوج الناقد ويغض يعني يطلق بصره في أي شيء. أولا يتقي الله سبحانه وتعالى، لأنه ربنا اللي أمره بغض البصر ما زوجته. هذا أمر من الله، لازم كل واحد يلتزم فيه. عشان كده إذا التزمنا بالدين كل خير في الدين هو. لأنه في حق المرأة وفي حق الرجل. إذا هي كمان مقصرة ينصحها ويكلمها ويصبر عليها، هي كمان تصبر عليه. بهذه الطريقة تمشي الحياة، وإلا
إذا هي حسبته في الصغيرة والكبيرة، هو كمان إذا حسبها في صغيرة والكبيرة وخلاص ما يقدر يمشي الحياة، لأنه هو سبب الطلاق الزمن هذا كثير كثير جدا. بالظبط. يعني كل شيء تسمعي مطلقة مطلقة مطلقة، لأنه ما في صبر. هذا هو الشيء الأساسي خلانا يعني كل الأسر تتفكك. عشان كده للأسف. لازم نكون صابرين زي ما كانوا أمهاتنا وجداتنا زمان، ونحن كمان نقتدي بهم، لأنه هذا من الدين أصلا. لأنه الزوج والزوجة عندهم ميثاق غليظ، ربنا سماه بالميثاق الغليظ. هذا الزمن لكن خلاص هين، كل واحدة تشوفه يعني سهل، حتى الطلاق خلاص أي شيء للأسف. ولا شيء صغير خلاص طلقني، هو كمان طالق. سبحان الله. عشان كده لازم كل واحد يراجع نفسه، يتقي الله سبحانه وتعالى، ويشوف كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، ونعرف يعني قصصهم عشان نكون في دين الله وفي طريق الله، وربنا يرضى عنا في الدنيا والآخرة ويسعدنا. آمين يا رب العالمين. أستاذة زبيبة، بعض النساء بتفسر الصبر اللي حضرتك تحدثتي عنه إني معناه إني أقبل الإهانة، وإني أقبل أي شيء جارح ليا والكرامتي والمشاعري وإنه يكسر قلبي. هل معنى الصبر قبول الإهانة والأشياء دي؟ ولكن إزاي أصبر وأنا محتسبة ده؟ وليه بعض الزوجات دايما يقولوا واصبر ليه على سوء خلقه وعلى معصيته؟ أنا عايزة اللي ياخد بإيدي إلى الله سبحانه وتعالى، مش اللي ينزلني لتحت. لا، هذا ما إهانة. الصبر لو يعني لما نقول الصبر هينة بالكلام يعني سهلة، بس لما نسويها بالعمل كبيرة هي. حتى ربنا سبحان الله يقول الله سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يعني ما لها حدود الصبر والعفو، وهذا ما إهانة. نحن نحسبها كده، يعني لو سامحتي، لو صبرتي لزوجك ولغيره كأن أهنتي نفسك وكده، وإلا بالعكس. سبحان الله، أنت عزيزة عند الله سبحانه وتعالى. هو كمان صبرك وتحملك وهذا كل شيء يخليه يراجع نفسه، ويكون يعني يخلي خطأه ويمشي على الصواب. أنت السبب للخير. عشان كده الصبر والهناء ما إهانة، بس هو عنده أجر عظيم. ورجل كمان لما يشوف حق زوجته صبرها وتحملها، إن شاء الله ربنا بيهديه ويراجع نفسه ويستقيم إلى طريق ربه، وإن شاء الله ربنا يقدرنا على الصبر، وهذا شيء مهم يعني. آمين يا رب العالمين. بشكر حضرتك في النهاية الأستاذة زبيبة محمد الداعية الإسلامية على هذا الحوار الشيق. بشكرك شكرا جزيلا، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يمن على بيوتنا بيوت المسلمين أجمعين بالود والسكينة والرحمة، ويجعل كل رجال المسلمين غاضين لأبصارهم، يجعل كل نساء المسلمات يتحلين بالصبر. الصبر فعلا عاقبة الصبر جميلة، وأن الله سبحانه وتعالى اتكلم عن عاقبة الصبر. خليكي عون لزوجك، ما تكونيش عون مع الشيطان عليه، اصبري عليه، وهو لما يلاقي طريقة تعاملك معاه فيها لين وفيها صبر إن شاء الله إن شاء الله يتعدل الحال، وتعاملي وجددي نيتك، هو جنتك ونارك بعد الله سبحانه وتعالى. إنه يقدر بسبب تقدري بسبب زوجك يا تدخلي الجنة يا بعد الشر يا رب الله لا يقدر تدخلي النار. فالحقيقة نجعله باب جنة لينا، ونخلص النوايا إلى الله سبحانه وتعالى في كل شيء بيقولنا احنا بنتحمله حسبة لله سبحانه وتعالى. ومش معنى كلامي ان احنا نقبل الإهانة أو نقبل الجروح أو إهانة الكرامة على الإطلاق. لابد ان يكون في حوار محترم وشيق ما بين الزوج والزوجة علشان يوصلوا لنتيجة مرضية، وكل واحد يكون سعيد ومطمئن مع الطرف الآخر، لأن البيت ده
هو السكن للزوج والسكن للزوجة. شكرا جزيلا لكل مشاهدين ومتابعين برنامج قوارير، نلقاكم على خير بإذن الله تعالى في حلقة جديدة. سلام عليكم.